السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. أولى ثانوي إن شاء الله بنكمل مع بعضنا الوحدة التانية عندنا التي تتكون من 6 دروس. الوحدة التانية يا رجالة يا شباب يا بنات حلوين بتتكون من 6 دروس، أو يعني تتكلم عن حضارة مصر طبعا بصفة خاصة. الوحدة الأولى خدنا يعتبر تاريخ عام، الحضارة والتاريخ، مصادر دراسة الحضارات، عوامل قيم الحضارات. أما بقى إن شاء الله هنطبق بقى عمليا على حضارة من أهم الحضارات التي قامت قديما، طبعا هي الحضارة المصرية طبعا القديمة. 6 دروس. حضرتك طبعا درس الأولاني اسمه ملامح طبعا تاريخ مصر طبعا القديمة. وملامح يعني عارف كده، مثلا لما مثلا تيجي مثلا تقرا كتاب عن مثلا الحرب العالمية مثلا التانية مثلا أو الأولى، اللي عمل الكتاب دهوت ليه مقدمة، في المقدمة ديت ممكن يعني يشير إلى بعض معلومات جوه الكتاب ده، زي كده بالظبط. هناخد بعض معلومات في الدرس دهوت، لكن هتبقى في الكتاب بعد كده بشيء من التفصيل، ملامح كده سريعا عن تاريخ طبعا مصر القديم. طبعا بداية كلنا عارفين ان تاريخ مصر القديم اللي احنا ندرسه دوت بيبدأ طبعا مع عصر الملك مينا الذي حقق طبعا ما يسمى بالوحدة التاريخية، وهناخدها برضو قدام في درس اسمه الحياة السياسية. تاريخ مصر القديم اللي احنا بقى هندرسه ان شاء الله كله في سنة أولى ثانوي بينقسم إلى جزئين اتنين بسرعة. حاجة اسمها العصر الفرعوني، طبعا حاجة اسمها العصر الفرعوني، تمام، وحاجة اسمها العصر اليوناني والروماني. العصر الفرعوني ده بس معلومة كده ليك بره الكتاب، هو حوالي 3000 سنة، وده اللي هنقعد نحكيه في الترم الأولاني، هنحكيه في الترم الأولاني. أما إن شاء الله في الترم الثاني ناخد العصر اليوناني والعصر الروماني. اليونان احتلونا حوالي 300 سنة، والرومان حوالي 700 سنة، فالإجمالي بتاعهم حوالي كام؟ 1000 سنة. إذا هنخلينا في النقطة دي الأول، العصر الفرعوني، عشان بس ما نطولش عليكم. العصر الفرعوني بسرعة 3000 سنة. عندنا مؤرخ مصري قديم اسمه مانيتون، اسمه مانيتون السمنودي، وقيل ان هو من ابناء محافظة الغربية، تمام. هذا الرجل لما جه يحكي 3000 سنة قسمها الى 30 اسرة حاكمة. قال لك اصل موضوع 3000 سنة ده كتير، كتير قوي قوي، يعني ممكن الاحداث تنسي بعضها. اقول لك في السنه الاولى حصل كذا، والثانيه حصل كذا، والثالثه، على ما توصل للسنه ال100 تكون نسيت اللي اتقال في السنه 50 او السنه 20 او غير ذلك. لا لا، احنا هنعملها بطريقه احسن شويه. هيعمل حاجه اسمها 30 اسره حاكمه مثلا. كل اسره مجموعه افراد، مثلا الاسره الاولى مثلا 5 افراد دول حكموا 50 سنه، الاسره الثانيه مثلا 7 افراد حكموا مثلا 60 سنه. فقام جاي مقسمها الى اسرات. ده عامل زي مين يا استاذ محمد؟ عامل زي مثلا اللي بيقسم اليوم ال 24 ساعه، لما يقول لك مثلا احكي لي انت عملت امبارح من اول الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 12 تاني يوم بالليل. ده انا عملت وعملت 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 ورحت وجيت. فطبعا ممكن الامور تتلخبط وتسيء. اما ممكن واحد يقول لك لا لا لا، بص، الساعه الاولى من 12 لواحده حصل لي كذا، ده خلاص القول، من واحده لاثنين حصل كذا. هو عمل كده، قسمها نظام اسرات. جم بعض المؤرخين قال لك لا، ده موضوع 30 أسرة حاكمة ده نظام مش كويس، نظام مش كويس. احنا هنقسمها بقى تقسيمة تانية أحسن شوية. هنقسم تاريخ مصر القديم كله إلى 3 دول، ويفصل بين كل دولة أخرى عصر ضعف واضمحلال أو تفكك يعني، تمام. ويضم كل عصر مجموعة من الأسرات، ويسبق طبعا ذلك كل عصر يسمى العطية. بص معايا كده حضرتك، هو بعض المؤرخين قال لك اسمع كده، قال لك هنقسم تاريخ مصر إلى 3 عصور: دولة قديمة، ودولة وسطى، ودولة حديثة. اسمع معايا، دولة وسطى ودولة قديمة ودولة حديثة. ال3 دول على درجة من القوة، تمام. زي بالظبط؟ اليوم انا قلت لك من شوية واحد قسمه لك 30 أسرة أو 24 ساعة. أنا ممكن أقسم لك اليوم إلى حاجة تانية، أقول لك فترة الضحى وفترة الظهيرة وفترة المساء. إيه رأيك؟ فترة الضحى اللي هي الصبح، فترة الظهيرة الظهر من ظهر العصر، المساء من بعد غروب الشمس لغاية بالليل. إيه رأيك؟ دول عملوا كده بالظبط. خلي بالك بس ال3 دول اللي أنا علمت عليهم على درجة من الازدهار، على درجة من القوة، بس بيتخلل كل دولة وأخرى فترة ضعف. يعني هنا كان فترة ضعف، هنا فترة ضعف. بمعنى الدولة القديمة دي 3 أسرات من 3 ل6، كانت دولة قوية وفتية، لكن وقعت في يوم من الأيام. وقعت، قعدنا في اضمحلال 4 أسر من 7 ل10، تمام، لغاية ما جه واحد نهض بالبلاد تاني، عمل أسرتين 11 و12، دولة وسطى.
وقعنا بعد كده، دخلنا في عصر انتقال تاني من 13 ل 17، 5 أسر. تمام. قمنا تاني بعد كده من 18 ل 20، وقعنا تاني بعد كده لغايه ما انتهى الامر بالاحتلال الاوروبي لمصر. فهمت؟ يبقى الاصل عندنا يا مستر، بص معايا، الاصل عندنا هنقول ان انا عندي 3 كام؟ عندنا 3 دول. دولة طبعا قديمة، ودولة وسطى، ودولة حديثة، يتخللهم فترات ضعف. تمام. يسبق ذلك كله العصر العتيق. اوعى تنسى الملك مينا هو اللي أسس الأسرة الأولى، وجم خلفائه بعد منه صاروا للسياسة زي ما هنعرف دلوقتي إن شاء الله. عصر العتيق اسمه عصر التأسيس. عصر التأسيس ده البداية، ده الملك مينا تعب فيه على موحد البلاد، وقضى على الفتنة اللي كانت موجودة في البلد، بدأ يعمل استقرار سياسي. اللي جه بعد منه إيه؟ استفاد وبنى، اللي هم ملوك الدولة مثلا إيه القديمة بعد كده. إذا عندنا بقى من كام لكام ديت مش مهم تحفظها، لكن تحفظ الأسرات. كل دولة من دول بتشمل كام أسرة، من كام لكام. كام أسرة دي يعني مش مهم، لكن من كام لكام دي لازم تعرف. لما يقول لك مثلا ملوك الأسرة 5 يبقى دي دولة قديمة. ملوك الأسرة مثلا ال 19 الملك رمسيس الثاني أو غيره يبقى دولة إيه؟ حديثة. تفهم كده. الأسرة 26 وهنقف عندها وقفة بعد شوية، يبقى ده العصر مين؟ المتأخر. تفهم كده. لكن طبعا ولازم بفكرك بحاجه، احنا كده بنجيب من الاقدم للاحدث 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 كده. بنجيب من القديم 3200 قبل الميلاد ل 2800 من كذا لكذا، لغايه ما نوصل الى 331 قبل الميلاد لما الاسكندر دخل طبعا ايه مصر. اذا تاني بقول، يبقى قسم المؤرخ المصري القديم مانيتون تاريخ مصر الى 30 اسره، تاريخ اسم مصر الفرعوني الى 30 اسره حاكمه. 30 أسرة حاكمة. جم بعض المؤرخين اعترضوا على ذلك، قال لك لا، في تقسيمة أفضل من كده، هنقسمها إلى 3 إيه؟ دول أهو، دولة قديمة ودولة وسطى ودولة حديثة، ما بين كل دولة أخرى فترة ضعف. عشان يا جماعة أصل لو ما كانش أصلا في فترات ضعف بقت كلها على بعضها دولة واحدة. لكن إيه؟ دولة قامت وقعت، وبعد كده قمنا تاني وقعنا، وبعد كده قمنا تاني وقعنا، لغاية ما انتهى الأمر بالاحتلال اليوناني لمصر أو الإسكندر، زي ما نعرف إن شاء الله إيه بعدين. تمام. طيب نبدأ بقى، هناخد العصور ديت صفة صفة كده ايه سريعا سريعا. تمام. العصر العتيق بداية الأسرات، أسرة كام يا مستر؟ قلنا الأسرة 1 و2. وأشهر ملوك العصر العتيق طبعا زي ما احنا عارفين الملك مينا أو نعرمر كما يسمونه، وده مؤسس الأسرة الأولى. أهم أعماله وحد القطرين زي ما احنا عارفين، البحر والقبلي. مصر كلها بقت ايه؟ ايد واحدة زي ما احنا ايه عارفين. وعندك التاج اهو، طبعا ملك الشمال كان بيلبس تاج احمر، وملك الجنوب طبعا بيلبس التاج الابيض. فطبعا الملك مينا لبس ايه؟ تاج واحد، وحط عليه جزء الاحمر والابيض زي ما انت شايف كده، عشان كده سموه طبعا ايه؟ موحد القطرين البحري والقبلي. قام ببناء مدينة منف، طبعا هي بلد حالا يعني في قرية اسمها ميت رهينة في محافظة ايه؟ الجيزة، وكانت تعني القلعة البيضاء. طبعا لو بصيت حضرتك على الخريطة، منف كانت في المكان ده كده بالظبط في محافظة ايه؟ الجيزة. ولو لاحظت طبعا منف كانت في مكان وسط ما بين الشمال والجنوب. منف كانت في مكان وسط ما بين الشمال والجنوب، وكانوا بيسموها القلعة البيضاء. قيل ان هي طبعا استخدم اللون الابيض في تزيينها كان او تلوينها، زي البيت الابيض الامريكي كده في امريكا ايه النهارده كده بالظبط. اقام الملك مينا اول حكومه مركزيه نشأت في التاريخ. يعني يا مستر بقى الكلمه دي، انا عندي في نوعين اتنين من الحكومات، اما مركزيه واما لا مركزيه. معايا؟ لما الحاكم كل حاجه تبقى في ايده وتاتي من العاصمه اللي هي مدينه منف، دي اسمه نظام مركزي. النهارده عندنا الحكومه بتاعتنا بتحكمنا من القاهره، تحكم الجمهوريه كلها من القاهره، دي حكومه مركزيه. محافظه اسكندريه او مرسى مطروح او شمال سيناء او اسوان وغير ذلك، يعني كل قراراته بيرجع فيها للحكومه المركزيه في القاهره، يبقى اسمه ده نظام مركزي. مينا عمل كده. قبل كده كانت فوضى، مملكه الشمال لوحدها، مملكه الجنوب لوحدها، اقليم لوحده. لكن ملك مينا اقام اول حكومه مركزيه تحكم البلاد كلها من مدينه تسمى طبعا مدينه ايه؟ مدينه منف. ولما الملك مينا مات، يقول لك اتبع ملوك العصر العتيق سياسة حكيمة للسيطرة على مصر، يعني حيث ربطوا ما بين الصعيد والدلتا. طبعا لو عملنا خريطة كده بسيطة، ادي مثلا ادي الدلتا، وادي طبعا مين؟ الصعيد. ما ضيعوش جهود الملك مينا، تبعوا سياسة حكيمة للربط ما بين الدلتا والصعيد. عملوا ايه؟ عملوا مصاهرة، يعني زواج. الشمال يتزوج من الجنوب كده، هو يتزوج من الصعيد، والجنوب يتزوج من الشمال. وعملوا ازدواج في الألقاب،
يبقى دي مصاهرة، دي حاجة. أما ازدواج الألقاب كان بيسمي نفسه الحاكم ملك القطرين، ملك التاجين، ملك الأرضين. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ أصل الوحدة جت من الجنوب، فلو هو أهمل الشمال ومحاهم خالص يبقى كده بينكرهم، كده بيخليهم يصروا عليه. يعني مثلا يقول إيه؟ مثلا في واحد من القاهرة ضم محافظة الجيزة له، حكمها، فسمى نفسه كده ملك القاهرة والجيزة، كده بيعترف بوجود الجيزة كمحافظة. اما تخيل لو هو ضم الجيزه للقاهره وسمى نفسه ملك القاهره، يبقى كده بيمحو وجود الجيزه تماما، كده يخليهم يصروا عليه. لكن ملوك العصر العتيق اتباع الملك مينا او خلفاء الملك مينا قال لك لا، احنا مش عاوزين نضيع الشمال مننا تاني، عاوزين نحافظ على الدلتا والصعيد وايه يدا واحده. فاتبعوا ما يسمى بازدواج الالقاب، سمى نفسه ملك القطرين، ملك التاجين، وكان بيرفع الشعار بتاعه والتاج بتاعه عليه اللون الابيض بتاع الصعيد واللون الاحمر طبعا بتاع الدلتا. واهتموا بالاعياد الدينيه طبعا في ارجاء البلاد، اما يكون في مناسبه دينيه لاحد الالاف الشمال، بتوع الجنوب يروحوا ايه الشمال، وبتوع الشمال يجوا ايه الجنوب. الملوك كده عشان ايه؟ نعمل اندماج بيننا وبين بعضنا في الجانب الديني ده، نكسر الحواجز ايه عند بعضنا. اذا دي اساليب اتبعها ملوك العصر ايه العتيق. اذا الاساليب ديت لما اجي اصنفها، طبعا موضوع المصاهره ده موضوع اجتماعي، اسلوب اجتماعي هم عملوه. الاحتفال بالاعياد الدينيه طبعا ممكن نسميه ديني او اجتماعي، مناسبه بنهتم طبعا ايه بيها. كذلك ايضا ازدواج ايه الالقاب، ده يعتبر جانب ايه سياسي شويه، يعني اهتموا بيه عشان طبعا يعني يستميلوا اهل الشمال للجنوب والجنوب طبعا الى الشمال. اللي عاوز اقوله هي اساليب قد تكون في معظمها اجتماعيه، لكن الهدف منها الربط ما بين الدلتا والصعيد. الربط ما بين الدلتا والصعيد ده هدف سياسي، افهم بقى الحته دي. اذا هو اسلوب اجتماعي لكن الهدف منه سياسي. اسلوب ايه اجتماعي لكن الهدف منه سياسي. زي مثلا ممكن تلاقي مرشح في الفترة اللي احنا فيها في الانتخابات ينزل على قرية معينة او منطقة معينة، يوزع عليهم اي هدايا مثلا الفقراء اللي في المنطقة ديت، ماشي كراتين اي حاجة يعني كهدايا لهم. طبعا هي الوسيله وسيله اقتصاديه، اداهم فلوس، اداهم اكل عشان ياكلوا او يشبع رغبه عندهم، لكن يريد بعد ذلك الحصول على هدف ايه سياسي انتخبوه. اذا ديت وسائل اجتماعيه بدلها ملوك العصر العتيق اللي هي المصاهره، اللي هي الاهتمام بالاعياد. تمام، دي اساليب اجتماعيه لكن كانوا يقصدون من وراء تحقيق هدف ايه سياسي، اللي هي الحفاظ على الصعيد والدلتا يكونوا ايد واحده بعد الملك طبعا مينا ما مشي. طيب اذا اهم خصائص العصر العتيق: واحد، توحيد مصر تحت حكومة مركزية من أقدم الحكومات في التاريخ. مين اللي عمل الكلام ده يا أستاذ؟ الملك مينا. اتنين، تأمين وحدة البلاد ما بين الدلتا والصعيد ببناء مدينة منف. منف كانت هنا بالنسبة لنا كده بالظبط مكان يعني جنب الجيزة كده دلوقتي، والهدف من مدينة منف هدف سياسي، بمعنى تأمين وحدة البلاد. الملك قاعد هنا هو قريب من الشمال وقريب من الجنوب، اي مشاكل تحصل هنا اتحرك لها بسرعه، اي مشاكل تحصل هنا اتحرك لها بسرعه. اعتبرها دي كده زي قاعده عسكريه بس الملك قاعد فيها، تامين وحده البلاد. كذلك احتفظت مصر بالاستقلال الكامل وتوطيد الامن بها. يعني باختصار العصر العتيق لم تتعرض مصر لاي مشاكل داخليه ولا اعتداء خارجي. اهو احتفاظ مصر بالاستقلال الكامل وتوطد، يعني تثبت ايه الامن طبعا بها. بيقول لي في الاخر: لكن في اخر العصر العتيق اضطربت الامور السياسيه. تمام، بعدها بدأت بلادنا عصرا جديدا تميز بالازدهار، طبعا هو عصر الدولة ايه القديمة اللي بيبدأ بقى طبعا من أسرة 3 إلى 6. يعني في نهاية العصر العتيق حصل شوية مشاكل لكن في ملوك اتدخلوا بسرعة وقاموا جايين يعني ايه نهضوا بمصر ولموا الدنيا، وبدأنا عصر طبعا يعتبر من أفضل العصور في مصر القديمة، اسمه عصر الدولة القديمة. كم أسرة يا مستر؟ 4 أسرة، 3 و4 و5 و6. الأسرات طبعا من 3 ل 6 تتميز بالآتي: وجود حكومة منظمة قوية البنيان، يعتبر كده زي العصر العتيق، كثيرة الموارد يعني زراعة صناعة تجارة، إذا زيادة الثراء، فلوس كتير وموارد كتير يعني تطور متعادة دي معلش. أما انتشار الأمن أيضا يعتبر زي العصر العتيق، اوعى تنسى لسه كنا كاتبين من شوية أهو احتفاظ مصر بالاستقلال وتوطيد الأمن بها، وده أوجه شبه بين العصر العتيق وعصر طبعا الدولة القديمة. ملوك الدولة القديمة لما كثر لديهم الثراء والموارد معاهم فلوس كتير بقوا فاضيين يا باشا،
يعملوا ايه؟ بدأوا يبنوا الاهرامات اللي قدام حضرتك ديت. يعني قيل ان الهرم الاكبر ده انبنى في 20 سنه. مقبره، مقبره سيادته قاعد يعني جمع المصريين فيها وسخر الناس يبنى له في 20 سنه. ده حصل، وده يدل على شيء، يدل على ان ملوك الدوله القديمه كان عندهم فلوس كتير والناس يعني كانت مرتاحه. بناء طبعا ملوكها الاهرامات الضخمه، لذلك سمي عصرها بعصر بناء الاهرام. تمام. يبقى اللي يهمني في الدوله القديمه كلها هي الكلمه ديت. دولة طالما بنى ملوكها الأهرامات الضخمة اللي قعدوا سنين كتير جدا يبنوا فيها، ده إن دل على شيء يدل على حالة الارتياح أو الازدهار الاقتصادي في هذه الدولة، وطبعا ده جاي من كثرة الموارد بتاعتها. لكن عصر الدولة القديمة في نهايته كان في شيء من الظلم. في ملك كده من الملوك نسي نفسه وبدأ يظلم الناس ويفتري على الناس، فانتهى عصر الدولة القديمة، حيث قام أو طبعا الظلم ده أدى إلى قيام أول ثورة اجتماعية. وعندنا كلمة ثورة اجتماعية يعني الغلابة ضد الأغنياء. الغلابة مهضوم حقهم، لا عارفين ياكلوا ولا يشربوا ولا يعيشوا، قاموا بثورة طبعا ضد الأغنياء. وبعد كده دخلت مصر عصر ضعف واضمحلال. كلمة ضعف، كلمة اضمحلال، كلمة تفكك، كلمة انتقال. كلمة انتقال، دول 4 كلمات بمعنى واحد. يبقى عصر الانتقال الأول هو التفكك الأول، هو الاضمحلال الأول، هو الضعف الأول. اتفقنا؟ فين يا أستاذ اهوت؟ عصر ضعف واضمحلال أهو. أسرات من كام؟ من 7 ل10. يبقى 7 8 9، 7 و8 و9 و10، 4 أسرات. تمام؟ خصائص عصر الانتقال الأول عشان تحفظ الكلام ده كله. لا مش هتحفظ الكلام ده كله، عاوز افهمك حاجه كده بصفه عامه تفهمها. عصر الانتقال اذا الملك ملوش سيطره خالص، ده اهم حاجه عندي، ملوش سيطرة خالص. تمام. على البلاد. وزاد نفوذ حكام الأقاليم، فلم يكن لديهم ولاء للملك وامتنعوا عن دفع الضرائب. يعني باختصار شديد قلت لك في الملك مينا من شوية، في عصر الانتقال الأول هناك مركزية شديدة، كل حاجة في إيد الملك. أما في عصر الانتقال الأول ظهرت يا شباب حاجة اسمها لا مركزية. اسمها لا مركزية. يعني الملك ما يعرفش حاجة، ده اقليم اسكندرية، ده اقليم اسيوط، ده اقليم المنيا، ده اقليم الاسماعيلية، ده اقليم كفر الشيخ، ده اقليم المنوفية، كل اقليم لوحده. حاكم الاقليم بيعمل اللي هو عاوزه لوحده، ملوش دعوة بالملك خالص. ده بيقول لك امتنع عن دفع الضرائب. دي اهم حاجة عندي في عصر الانتقال الاول والتاني. الصيغه تختلف بعد شويه لكن نفس المعنى. ايه المعنى؟ ان في عصر الانتقال سواء الاول، انا قلت انتقال يعني ضعف، البلد فوضى، مفيش حد بيحكم، كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه، اسمها فتره انتقاليه على ما نوصل للقوه بعد كده. تمام. الملوك فقدوا السيطره على البلاد، اذا السيطره لمين؟ حكام الاقاليم، وكانوا بينافسوا الملوك في الحكم، وزاد الصراع كمان اصلا بين حكام الاقاليم وبعضهم البعض. اذا ده يدل على وجود المركزيه ولا اللامركزيه؟ يبقى اقول لا مركزيه في الحكم، يعني بعيدا عن العاصمه كل واحد طبعا بيعمل اللي هو عاوزه. اما ده كلام اضافه. يقول لك بقى عدم الاستقرار، اضطراب الامن، سارت الفوضى في كل مكان، اهملت القوانين. يعني يعني البلطجيه كترم، يعني القانون ما بيطبقش على حد، يعني كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه. وزادت اعمال السلب والنهب اللي هي السرقه، وبهذا انتشرت الفتن. ايه الفتن دي بقى يا مستر؟ الفتن دي يا جماعه ان احنا نقع في بعضنا. ابناء القريه الواحده ممكن يقتلوا بعضهم عشان الثروه، عشان المال، فتنه بيننا وبين بعضنا. يعني لما يقول لك مثلا واحد مثلا من محافظه كذا قتل واحد في محافظه كذا، يعني عادي. لكن يقول لك واحد مثلا من قريه قتل واحد في قريه، بتبقى فتنه في القريه نفسها، ان القريه تنقسم نصين، نبقى مع ده ولا مع ده. طبعا ولو من عيله واحده تبقى مصيبه اكبر كمان. يعني دي اسمها الفتن. احنا كمصريين وقعنا في بعضنا في اهل القريه نفسها. وانهارت البلاد حتى قامت الاسره ال11 ليبدا عصر جديد اسمه عصر الدوله الوسطى. اذا قبل ما انتقل من الجزئيه ديت، العصر الانتقالي الاول اسرات من 7 ل10، اللي يهمني فيه عصر لا مركزيه، فقد الملوك السيطره على البلاد، زاد نفوذ حكام الاقاليم، امتنعوا عن الولاء للملك وامتنعوا عن دفع الضرائب. تمام. ده بالنسبه لعصر الانتقال الأول. أما الدولة الوسطى تسمى عصر الرخاء الاقتصادي. أسرات 11 و12، اتنين بس، وكان أشهر ملوكها منتوحتب الثاني إعادة توحيد البلاد. إذا يتشابه في هذا العمل مع الملك مينا. الملك مينا قام بالوحدة، وبعد كده العصر العتيق قوي،
دولة قديمة قوية، أسرات من 3 ل6. انتقال أول، البلاد بقت فوضى وكل واحد راح لوحده. جه الملك منتحتب الثاني، أهم عمل قام بيه طبعا إعادة توحيد البلاد. ولو قلنا بس خريطة بسيطة كرسمة كده بسيطة، طبعا العاصمة كانت طبعا فين؟ في منف في الدولة القديمة. هو نقلها إلى طيبة اللي هي مكان الأقصر دلوقتي، إلى مدينة طيبة هنا في أقصى الجنوب. اسمع بقى معايا، في عصر الانتقال الاول زاد نفوذ حكام الاقاليم وكبار الموظفين، وكل واحد عامل اللي هو عاوزه، اسمها لا مركزيه. الراجل ده بقى قضى عليهم الاثنين، والنقطه دي هنحتاجها قدام. يبقى في وجه شبه بينه وبين واحد برضه اسمه سنوسرت الثالث، اخضع حكام الاقاليم، اخضعهم، لميهم كلهم وظبطهم، واعتقل بعضهم، وكده ظبط الدنيا تاني ورجع الحكم المركزي للعاصمه بتاعته اللي هي كانت مدينه طيبه. تاني، يبقى الملك منتحتب الثاني أول ملوك الدولة الوسطى، أشهر أعماله إعادة توحيد البلاد، نقل العاصمة إلى طيبة. خلي بالك هندرب دلوقتي، نحل حالا بعد الدرس. وأخضع حكام الأقاليم وأضعف من نفوذ كبار الموظفين. جه بعد منه راجل اسمه أمنمحات الأول، مؤسس الأسرة كام؟ ال 12. قال لا، نقل العاصمة نقلها منين يا مصر؟ من طيبة إلى أثيت تاوي هنا. طبعا بلد طبعا اسمها قرب بلدة اللشت في مركز اسمه العياط في محافظة الجيزة. لا يعني نقل من الجنوب اللي هي طبعا طيبة إلى الشمال أثيت تاوي. طيب ليه يا مستر أثيت تاوي؟ لكي يكون قريبا من الدلتا. ناس قالوا له إن الدلتا دي أراضي خصبة ونستطيع أن نستخدمها في مشروعات التوسع الزراعي. قال لك طالما هستغلها في مشروعات التوسع الزراعي، طب ما نبقى جنب المشروعات ديت، أبقى جنب المشروعات ديت. وفعلا راح إلى تلك العاصمة اسمها أثيت تاوي. تمام. يبقى الهدف من إنشاء طبعا تلك المدينة، أولا أي عاصمة في الدنيا اسمع معايا، الهدف الأساسي منها سياسي، أن تكون مقر الحكم، مركز للحكم والإدارة، أي عاصمة. لكن بقى ممكن يضاف لها سبب تاني أو أهمية تانية. يبقى الأهمية السياسية دي الأصل عندنا، أما أثيت تاوي يضاف لها الأهمية الاقتصادية. ليه؟ لأنها قريبة من الدلتا وتكون عاصمة له على مقربة منطقة خصبة يستغلها في مشروعات التوسع الزراعي. ده بالنسبة لمين؟ أمنمحات الأول. يبقى عندنا منتحتب الثاني جاب العاصمة إلى طيبة، أما أمنمحات الأول نقل العاصمة إلى الشمال إلى أثيت تاوي. طيب برضو في عندي 2 كمان، سنوسرت الكام؟ الثالث وأمنمحات الثالث، عصرهما يسمى بالرخاء الاقتصادي. الرخاء الاقتصادي. تمام. في عصر طبعا سنوسرت وأمنمحات في صفتين 2 هنقارنهم بالعصر العتيق والدولة القديمة. تشييد الكثير من المباني، يعني بناء الكثير من المباني. والله بقى ممكن يكون معابد، ممكن تكون قصور، ممكن تكون مقابر. المهم كلمة مباني دي كلمة مفتوحة، هي عمارة وخلاص. الاهتمام بالزراعة والري، عملوا ايه؟ هنعرفها برضو قدام. الاهتمام بالزراعة والري، ولذلك عصرهما يسمى، أو عصر الدولة الوسطى يسمى بعصر الرخاء الاقتصادي بسبب 2 دول. طبعا ملوكها 2 دول بالذات اهتموا بالمشروعات الاقتصادية. تمام. يبقى عندنا سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث عصرهما يسمى بالرخاء لكثرة الاهتمام طبعا باهتمام مشروعات الزراعة والري، وكذلك الكثير من المباني. اللي يعمل مقابر أو قصور أو معابد أو غير ذلك، واضح إن الدولة غنية وفيها طبعا أموال. ده بالنسبة لملوك الدولة الوسطى. يبقى بسرعة كده تاني معانا، في منتحتب الثاني ادي 1، وفي أمنمحات الأول ادي رقم 2، وفي عندنا سنوسرت الثالث، وفي عندنا أمنمحات الثالث. بيقول لي وقد انتهى عصر الدولة الوسطى بسقوط الأسرة الثانية عشر، وبدأ عصر الانتقال الثاني، وده ضعف طبعا واضمحلال. فين يا مستر عصر الانتقال الثاني؟ اهو الأسرات من 13 لكام؟ ل 17. كم أسرة يا مستر؟ 5. 13 14 15 16 17. هذا العصر له خصائص، مش هنقعد بقى نقول يعني بالنص، قلت لك من شوية. أول حاجة الملوك ملهمش أي سلطة. مين له سلطة؟ حكام الأقاليم بس. قام جاي قاعدها لك هنا بصيغة تانية، قال لك ضعف البلاد ماشي يا سيدي، وتمزقها ماشي يا سيدي، ما بين الملوك والأمراء اللي هم حكام الأقاليم، وازدياد الصراع والتنافس على السلطة بين حكام الأقاليم مما أدى إلى، ده موضوع بقى تاني. إذن في ضعف ملك، في حكام أقاليم بيعملوا اللي هم عاوزينه، ودي أكدنا عليها من شوية، قلنا دي بنسميها لا مركزية.
حكام الأقاليم طبعا لما اتصارعوا مع بعضهم قوي وتنافسوا على بعضهم مع بعضهم في حكم البلاد، ترتب على ذلك اضطراب حال البلاد وطمع الأعداء. ناس طبعا قاعدين جنبنا اهوت، طبعا هنا مصر، قاعدين هنا طبعا فين؟ في سوريا، فكروا طبعا يجوا مصر، اللي هم طبعا مين؟ الهكسوس. وزي ما انتم عارفين الهكسوس قبائل رعويه جاءت منين؟ من اسيا، وجم مصر 1730. وطبعا لما جم مصر اتخذوا من مدينه اواريس عاصمة طبعا له، بلد حاليا اسمها صان الحجر في محافظة الشرقية. وبرضه أواريس عشان بس نبقى عارفين ممكن نوضحها شوية صغيرين كده اهوت. طبعا لو قلت ديت ادي فرع رشيد وادي فرع ايه؟ دمياط. هم جم كده من ناحية ايه؟ فلسطين، خدوا عاصمة هنا في شرق الدلتا تسمى أواريس. إذا أواريس في شرق الدلتا، لكن منفي في غرب الدلتا، أثيتاوي في غرب الدلتا، طبعا طيبة دي في الوادي تحت خالص. يبقى دي العاصمة الرابعة اللي خدتها لغاية دلوقتي. يبقى منف دولة عصر عتيق ودولة قديمة، منف. طيبة دولة وسطى، أثيتاوي دولة وسطى. أما أواريس طبعا في عصر الانتقال الثاني آسف، بس دي مش تخصنا احنا، ده تخص المحتل طبعا اللي هم الهكسوس. إذا إيه السبب اللي خلى الهكسوس يطمعون طبعا في مصر؟ يطمعون في مصر ويستولون عليها هو الاضطرابات الداخلية في البلاد، اضطراب حال البلاد بسبب الصراع والتنافس بين حكام الأقاليم. يبقى عصر الانتقال الثاني فيه لا مركزية، حكام الأقاليم سيطروا على البلد، البلد مضطربة، أدى ذلك إلى طمع الأعداء ودخول الهكسوس طبعا مصر وبناء مدينة اسمها إيه؟ أواريس. لغاية طبعا الكلام ده هناخده قدام تاني. أمراء طيبة في الجنوب طبعا في الصعيد اتوحدوا مع بعضهم وقادهم رجل يسمى أحمس، وتمكنوا طبعا من إيه؟ يعني طرد الهكسوس من مصر ليبدأ عصر جديد اسمه عصر الدولة إيه؟ الحديث. يبقى العصر الانتقالي الثاني أسرات من كام لكام يا شباب؟ من 13 إلى 17. أسوأ ما كان فيه، أولا عصر الانتقال الثاني هو سيء زي عصر الانتقال الأول. عصر ضعف، عصر ضعف. الملوك الضعاف ملوك ضعاف، ازداد نفوس حكام الأقاليم، ازداد نفوس حكام الأقاليم. اللامركزية، اللامركزية. لكن عصر الانتقال الثاني بيتسم بميزة على عصر الانتقال الأول، وهو تعرض مصر للاحتلال الأجنبي أو الخارجي اللي هم طبعا الهكسوس اللي طردهم بعد كده مين؟ أحمس. وده برضه ان شاء الله جايب شيء من تفصيل طبعا ايه قدام، زي ما قلت لكم الدرس ده اسمه ايه؟ ملامح. اما بقى عصر الدوله الحديثه، الاسرات من كام لكام يا مستر؟ من 18 الى 20، 3 اسرات، يبقى 18 و19 و20. طبعا احمس لما طرد الهكسوس بدا بقى يرجع، وبدات مصر بتكوين جيش قوي لكي لنا هدفين 2 في الجيش. اول حاجه يحقق طموحاتنا في تكوين امبراطوريه. امبراطوريه يعني ايه؟ يبقى لنا املاك في الخارج. اصل ملوك الدوله الحديثه ادركوا نقطه، قال لك ايه؟ طالما احنا هنبقى ملطشه والهكسوس يجونا وغيرهم ممكن يجونا، لا، احسن حاجه نحكم المنطقه دي اسمها امبراطوريه اللي هي سوريا حاليا. لما نحكم دي خالص اذا هنأمن مصر من ناحيه الشمال الشرقي. إذا الإمبراطورية كان هدفنا منها إيه؟ مش ناكل ونشرب ونستولي على خيرات هذه البلاد، لا، كان هدفنا من هذه الإمبراطورية إن إحنا نؤمن حدودنا الشمالية الشرقية من ناحية وخلاص. وفعلا ملوك الدولة الحديثة هيتجهوا إلى هذه إيه؟ المنطقة. طيب بيقول برضو الهدف من الجيش ده يحافظ على أمن مصر ويواجه الأخطار الداخلية والخارجية. إيه الخطر الداخلي يا مستر؟ إن ممكن حكام الأقاليم يطلعوا من جديد تاني ويعملوا زوبعة في البلد، لا، يبقى إذا لو عندنا جيش هنوقف كل واحد عند حده. ده اسمها الأخطار الداخلية. أما الخارجي إن مأساة الهكسوس ما تكررش تاني. يبقى ملوك الدولة الحديثة بقول أهو أسرات من 18 ل 20 بدأت مصر في هذا العصر بتكوين جيش قوي لكي يحقق هدفين 2. أول حاجة طموحاتنا في تكوين إمبراطورية، يبقى لنا أملاك بره تأمننا إن العدو ما يجيش من ناحية خالص. الأمر الثاني يحقق طبعا هدفنا فيه الحفاظ على أمننا الداخلي من أي خطر داخلي اللي هو طبعا ممكن حكام الأقاليم أو ما يجيش معتدي تاني زي مين؟ الهكسوس. عصر الدولة الحديثة يسمى بعصر المجد الحربي. ليه بقى؟ لكثرة طبعا الحروب الخارجية اللي هنعرف بعضها دلوقتي إن شاء الله. أشهر ملوك طبعا الدولة الحديثة طبعا مين يا مستر؟ الملك مين؟ أحمس. قلنا هزم الهكسوس وطردهم واتجه إلى الجنوب لمواجهة بعض الاضطرابات. يعني بيقول ان الملك احمس يعني في حصل بعض مشاكل، يعني هو لما رجع بص معايا
لما رجع من طرد الهكسوس من بلاد الشام أو سوريا واجه بعض الاضطرابات فين؟ هنا في أسوان في الصعيد تحت عندنا. الاضطرابات دي قيل إن كان سببها النوبيون هجموا علينا. يعني النوبيون في الجنوب اللي هو في شمال السودان دلوقتي تحت ايدي كده بالظبط، استغلوا ان هو مش موجود وجم وحبوا يحتلونا، لكن طبعا هو ردهم طبعا بسرعه. دي حته ايه يعني معلومه بس لك، معنى ايه معنى كلمه اضطرابات ديت. وقام باصلاحات داخليه طالما هي ايه ما لهاش تفاصيل عندنا خلاص. اما الملكه حتشبسوت طبعا اشهر عمل قامت بيه عمل تجاري بحت. رحلتها التجاريه اللي ناخدها قدام برضو في الحياه الاقتصاديه ان شاء الله في درس جاي اللي جاي يعني، قامت برحله تجاريه كبيره طبعا الى بلاد ايه؟ بلاد بونت طبعا عبر البحر الاحمر زي ما احنا عارفين، وراحت الى بلاد بونت مش واضحه على الخريطه هنا اللي هي الصومال طبعا حاليا. تمام. اذا معظم اعمال الملك احمس اعمال عسكريه، معظم اعمال حتشبسوت عمل طبعا اقتصادي او تجاري طبعا بالدرجه ايه الاولى. اما تحتمس الثالث قام بتكوين امبراطوريه مصريه واسعه. بص يا حبيبي، وبرضه دي هناخدها ايه قدام ان شاء الله. بعض امراء سوريا في المكان ده كده بزعامه راجل يدعى امير مدينه اسمها قادش فكروا في الخروج على مصر ونهاجم مصر ونحتل مصر يعني نخرج عنها الاول ننفصل عنها وبعد كده ممكن نغزوه. قال لك لا، بدل ما هم هيجوا لي ويغزوا مصر، لا ده نروح ايه اسكتهم واخضع طبعا سوريا ديت للحكم ايه المصري. وفعلا استطاع ان هو يخرج الى سوريا دهيت ويحاربهم في معركه طبعا تسمى ايه؟ سمى مجده، وهزمهم طبعا هزيمه ايه ساحقه، وامن حدودنا الشماليه الشرقيه. يعني لما حكم المنطقه دهيت بقى صعب اي عدو يجي مصر طبعا من ناحيه الشمال ايه الشرقي. ده بالنسبه لمين؟ للملك طبعا اسمه تحتمس الثالث. يبقى قام بتكوين امبراطوريه مصريه واسعه وقاد المصريين في معركه اسمها ايه؟ هو طلع بنفسه سنه 1479 قبل الميلاد ضد حلفاء سوريا بزعامه امير مين؟ قادش. أما صاحبنا بقى ده إخناتون أو أمنحتب الرابع، يعني قاد أول ثورة دينية دعوة للعبادة معبود واحد اسمه إيه؟ آتون. يعني إخناتون كان متدروش شوية كده وما كانش عاجبه نقطة تعدد الآلهة عندهم والكلام ده والعبادات ديت، وشايف إن هو أعظم إله المفروض يكون الشمس، وفعلا واتخذ قرص الشمس دوت إله له وأسماه طبعا إيه؟ آتون، وبدأ يدعو الناس لعبادة هذا الإله. برضه هناخدها جوه في الحياه الدينيه ان شاء الله في فصل الحياه الدينيه. لكن الثوره بتاعته ما كانتش منظمه، فتسبب في دخول البلاد حاله من الفوضى. يعني عاوز يفرض عباده اتون ديت على الناس بالعافيه. طبعا منهم من ايده ومنهم طبعا من عرضه، واللي عرضه طبعا ايه بهدلوا بعض الاثنين، فدخلت مصر في حاله من الفوضى. اتفقنا؟ اسمه ايه؟ اخناتون او امنحتب الرابع صاحب اول ثوره دينيه. عندنا ايضا حور محب لما جه بعد اخناتون لقى البلد فيها فوضى، يعمل ايه؟ طبعا اصدر قوانين وتشريعات. قلت لك قبل كده اي حاكم في الدنيا السلطه الاساسيه قلنا كده في السلطات او بنقولها بنعيدها النهارده اهوت، كل دوله في الدنيا فيها 3 سلطات. اقولهم تاني، عندنا في سلطه يعني تنفيذيه، خلي بال حضرتك، وفي سلطه تشريعيه، وفي سلطه قضائيه. افصل بينهم ازاي يا استاذ محمد؟ اي واحد في ايديه يشرع قانون دي اسمها سلطه تشريعيه. اذا حر محب كده سلطه تشريعيه. اي حد في ايده في الترم الاول او الثاني يقول لك بيشرع قوانين من كلمه مجلس النواب او اصدر قانون، يبقى كده امتلك السلطه التشريعيه. واي حد يفصل في النزاع بين اتنين او جبنا سيره المحكمه فيه او قاضي، يبقى كده سلطه قضائيه. يبقى اي حد يشرع قانون اسمها سلطه تشريعيه. اي حد يفصل بين اتنين او جبنا سيره المحكمه فيه طبعا دي اسمها سلطه قضائيه. اي سلطه بعد كده اسمها تنفيذيه. اي عمل، وزير دفاع، وزير داخليه، وزير تعليم، مدير مدرستك، خلاص المحافظ، اي عمل بعد كده اسمه سلطه تنفيذيه. فطبعا يعتبر حر محب سلطه تنفيذيه كملك. اما ان هو يصدر قوانين وتشريعات كده اضاف لنفسه سلطه كمان اسمها السلطه ايه التشريعيه. طيب هو لما اصدر قوانين وتشريعات هل تمكن من خلالها من تحقيق اهداف؟ اعاد للبلاد امنها واستقرارها. لما يعيد للبلاد امنها واستقرارها ده هدف ايه سياسي. طبعا لان الامن والاستقرار عكسهم الفوضى اللي كانت موجوده طبعا قبل كده بسبب ثوره اخناتون الدينيه. يبقى اعاد للبلاد امنها طبعا واستقرارها حور محب، وده هدف سياسي. اذا هو اعاد للبلاد امنها واستقرارها بسبب امتلاكه للسلطه التشريعيه، انه اصدر قوانين خوف الناس، محدش يتكلم في الدين، محدش يطلع بعد المغرب، قوانين خوفت الناس واعادت الناس
يعني ساكتة خالص لغاية ما الأمور استقرت مرة إيه أخرى. أما بقى رمسيس الثاني قاد معركة قادش، برضو طلع إيه إلى سوريا ضد الحيثيين في شمال سوريا، وانتهت بعقد طبعا الطرفين أول معاهدة سلام في التاريخ. طبعا هو تحتمس الثالث طلع من مصر إلى هنا في شمال سوريا في المكان ده كده تقريبا بالظبط، ومعركة قيل إن أحد الطرفين لم يكن يتمكن من هزيمة الآخر، لا رمسيس هزم ملك الحيثيين ولا ملك الحيثيين هزمه، فوصلوا حل وسط كده في الآخر، ممكن نعمل معاهدة سلام مع بعضنا وخلاص، واتفقوا على كده. عقد أول معاهدة سلام طبعا في التاريخ. إذا ملوك الدولة الحديثة كام يا مستر؟ 6. بسرعة كده مع بعضنا. يبقى رقم 1 أحمس، أهم عمل قام به طرد الهكسوس. حتشبسوت قامت بنشاط اقتصادي واسع وتجاري واسع، رحلتها التجارية الشهيرة إلى بلاد طبعا بونت. كذلك تحتمس الثالث قام بعمل إمبراطورية وخاض معارك خارج مصر، طبعا مجده في سوريا عشان يحارب طبعا أمراء سوريا بزعامة أمير قادش، وهزمهم في موقعة اسمها مجده، هناخدها برضو بعد كده إن شاء الله. أما صاحب الثورة الدينية طبعا اسمه منحتب الرابع أو منحتب أو إخناتون، لكن ثورته الدينية طبعا كان يدعو إلى عبادة إله واحد أدت إلى وجود فوضى داخل البلاد. جه بعد كده طبعا حور محب أصدر مجموعة من القوانين والتشريعات قضى بها على تلك الفوضى، وحقق البلاد هدف سياسي، حقق لمصر هدف سياسي أمن والاستقرار. كذلك رمسيس الثاني ده طبعا حارب وعمل معاهدة سلام. نجمع الكلام ده بقى كله مع بعضنا نقول طبعا أهم خصائص عصر الدولة الحديث. 1 تكوين إمبراطورية مصرية واسعة، خلاص خاض ملوكها حروبا دفاعية قوية. مين؟ تحتمس الثالث حارب في معركة مجده، تمام، ورمسيس الثاني حارب في معركة قارة. خلي بالك حروبا دفاعية، كانوا يعني بيدافعوا عن مصر، مش هجوميين مش استعماريين، مش بننهب زي مثلا الاشوريين او الفرس او الحملة الفرنسية او الاحتلال البريطاني لمصر اللي احنا عارفين، لا احنا رايحين عشان يعني هدفنا من البلاد ديت محدش يعتدي علينا بعد كده، بنأمن المنطقة ديت عشان محدش ياخذونا منها. ادي رقم 1 الخاصية الأولى. أما الثانية بعصر المجد الحربي طبعا قلناها، القيام بنشاط تجاري واسع بتاع الملكة حتشبسوت، خلاص رحلات الملكة حتشبسوت ودي إلى إفريقيا بس، تمام، إلى بلاد بونت طبعا عارفين. الخاصية الثالثة قيام أول ثورة دينية للتوحيد بتاعة ثورة إخناتون. طبعا انتهى عصر الدولة الحديثة بسقوط الأسرة كام؟ 20. بدأ عصر جديد. العصر المتأخر بقى الأسرات من 21 لكام؟ ل30، حوالي 10 أسر طبعا. أول حاجة طبعا طالما قلنا عصر متأخر اسمه كده يعتبر زي عصر الانتقال، الأول أو الثاني، ضعف ملوك وسيطرة حكام أقاليم واللا مركزية، أيوة الملك ملوش أي لازمة خالص، وبالتالي عاشت مصر حالة من الضعف مش جديدة. دي بقى المهمة عندنا وبرضه هناخدها قدام. خسرت مصر ممتلكاتها في الخارج. اخناتون انشاء بآسف في العصر المتأخر دوت بسبب ضعف الملوك اللي بره راح مننا. يعني احنا كان لنا امبراطوريه بره، احنا اصلا مش عارفين نسيطر على البلد جوه. اذا انت مش عارف تسيطر على البلد في مصر، يبقى قدرتك على السيطره على خارج مصر بقت ضعيفه، وبالتالي كل اللي عمله تحتمس الثالث، كل اللي عمله رمسيس الثاني راح في العصر المتاخر، لدرجه ان مصر تعرضت للاحتلال الاجنبي. اول حاجه جالنا الاحتلال الفارسي وانتهى بالاحتلال اليوناني. يعني ايه يا استاذ محمد؟ بص يا عسل مصر قدامك المنطقه دي كده، جالنا احتلال هنا من شرق العراق بلاد فارس، جم احتلونا وغيرها الاشوريين وغيرها. اخر احتلال جالنا اليونان، الاسكندر نفسه طبعا جالنا طبعا زي ما انتم عارفين، وجه كده من اسيا الصغرى، لف ومن سوريا ودخل الى مصر، وده كان اخر احتلال. وبعدها سقط العصر الفرعوني تماما وانتهى العصر الفرعوني. يبقى عندنا بنقول في العصر المتاخر اهم خاصيه تجي لك في الامتحان دي، ان مصر تعرضت فيها للاحتلال الاجنبي بدايه من الاحتلال الفارسي بالنسبه لنا من الجهات الشرقيه. ايوه يا استاذ خلي بالك من الاسئله دي. اول احتلال اجنبي لمصر في العصر المتاخر جاء من جهتها الشرقيه، الفرس الناحيه كده بالظبط. طيب واخر احتلال جاء من الجهات الشماليه اللي هم مين؟ اليونان، تمام. ده بالنسبه للعصر طبعا المتاخر. هل كله يا مستر كان وحش؟ الاسرات من 21 ل 30 قال لك لا والله، بس يعني بص الاسره 21 22 23 24 5 26 دي كان فيها يعني لحد ما شويه انجازات، لذلك سموها بعصر النهضه. كان في ملك طبعا اسمه الملك إبسماتيك الاول، وابنه كان الملك مين؟ نخاو.
الاتنين دول يعني عملوا طفرة في البلاد شوية، طفرة، ولذلك هنعرف بعدها بعد إن شاء الله قدام إيه الطفرة اللي هم عملوه. ولذلك نقدر نقول من أسرة 21 ل 30 عصر متأخر. فترة الأسرة يعني 26 بيسموها إيه؟ فترة النور، فترة النور. بس الملك أبسماتيك والملك نخاو عملوا ايه؟ برضه هنعرفها طبعا ايه قدام. بعضهم عمل انجازات عسكريه وبعضهم عمل انجازات ايه اقتصاديه. لكن العصر المتاخر بصفه عامه عصر ضعف وتدهور واضمحلال وتفكك، ومصر خرجت ايه؟ خسرت املاكها في الخارج، وتعرضت كمان مش كده وبس الاحتلال الاجنبي. اذا مين عصر قبل كده اتعرضت مصر فيه الاحتلال الاجنبي؟ الانتقال الثاني. يبقى المتاخر والانتقال الثاني بيتشابهوا في حاجه، ان مصر تعرضت فيهم الاحتلال الاجنبي. عصر الانتقال الثاني الهكسوس جولنا، اما عصر متاخر جالنا الفرس وجالنا مين؟ اليونان طبعا اللي هو ايه؟ الاسكندر. اما النقطه الاخيره ان شاء الله الحضاره المصريه اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الترم الاول كلها فيها 6 خصائص، 6 خصائص، 6 خصائص. كل خاصيه هتلاقي بقى في مكان قدام. خلاص، كل خاصيه. اول خاصيه حاجه اسمها الاصاله. لما يقول لك مثلا الاهرامات انبنت على اساس هندسي رهيب، مين اللي عمل الاهرامات؟ احنا. فكره الاهرامات احنا. طيب المصريين القدماء تقدموا في مواد التحنيط، مين اللي عملها؟ احنا. اصاله انها اعتمدت على عقول وجهود ابنائها، ما جبناش حاجه من بره. ما يقول لك الطالب ده طالب مؤدب، يوم واحد يقول لك ايه يا عم، ده ابن مين؟ ابن فلان، ابن اصول. يعني صفه الادب اللي فيه دي ما جابهاش من بره، جابها من بيته. هو كده بالظبط. الاصاله معناها ان حضارتنا اعتمدت على عقول وجهود ابنائنا. 2. القدم. حضارتنا من أقدم الحضارات، إذ يرجع عمرها تقريبا 7000 سنة تقريبا. حضارتنا طبعا من أقدم الحضارات، قديمة جدا، 7000 سنة. تمام، تاريخها تقريبا كده. وهنشوف الكلام ده برضو قدام في بعض الصفات. الاستمرارية، استمرت آلاف السنين دون انقطاع. حضارتنا موجودة حتى الآن، المتحف المصري في ميدان التحرير وغيره وغيره تشهد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، مستمرة لم تنقطع. وفي حاجة كمان في الترم التاني هتعرف في حضارات وقعت ما قامتش تاني، زي سومر في العراق، زي أشور في العراق. ماشي. أما حضاراتنا الدولة القديمة كانت قوية، وقعنا في الانتقال الأول، قمنا في الدولة الوسطى، وقعنا في الانتقال الثاني، قمنا في الدولة الحديثة كده. يعني ايه؟ تقع وتقوم، تقع وتقوم، دي اسمها الاستمرارية، استمرت آلاف من السنين دون انقطاع. أما الخاصية الرابعة التواصل الحضاري. حضارتنا لم تكن منعزلة. بمعنى يا أستاذ محمد كنا عايشين كده لوحدنا الحضارة المصرية؟ لا يا باشا، كنا نتواصل مع الفينيقيين، مع العراقيين، مع اليمن، مع اليونان، مع إلى آخره. لم تكن منعزلة حضارتنا، وتأثرت، أو بقول لك إيه، بل نشرت في العالم نور المعرفة والعلم، وتأثرت بها حضارات الشرق والغرب. أيوة طبعا، استفدنا وأفدنا كتير جدا، ودي ميزة وخاصية في الحضارة المصرية القديمة هناخدها قدام. كل درس من الدروس اللي جاية هناخد النقطة دي بقى. التواصل الاقتصادي مع بلاد بوند، التواصل مع بلاد النوبة، التواصل العسكري، التواصل الاجتماعي، التواصل الديني، التواصل الثقافي. أيوة خدنا وادينا طبعا زي ما قلنا في أول درس، التأثير والتأثر. بعد كده حضاراتنا تتميز بالتقدم، تقدمت في جميع المجالات، وتركت للبشرية نماذج من العلوم والآداب والفنون أذهلت طبعا عقول العلماء. النهارده لغاية دلوقتي مش عارفين سر مادة التحنيط اللي المصريين القدماء كانوا بيحنطوا بها جثث موتاهم، وما زالت الجثة محتفظة بالهيكل الخارجي حتى اليوم. المادة دي من إيه؟ اتعملت إزاي؟ طبعا ده نموذج أذهل عقول العلماء. الأهرامات اتعملت على أساس هندسي رائع، وطبعا الهرم يعتبر من عجائب الدنيا السبعة. طبعا التصميم بتاعه اتعمل على اساس هندسي رائع، هناخده برضو قدام في موضوع ايه؟ المقابر في مصر القديم. لكن فكرة الهرم والنظام الهندسي ده برضو اذهل عقول ايه؟ العلماء حتى الان، وغيره وغيره بقى، وصناعة البرد والكلام ده طبعا كلام كتير جدا جدا في العلوم والاداب والرسوم الهزلية. حاجات كتير هناخدها قدام تشهد بتقدم الحضارة المصرية القديمة. اما التدين، حضاراتنا من اقدر الحضارات، من اقدمها اهتماما بالدين. تمام. وكفايه بس ان اخناتون يعني فكر في موضوع التوحيد. هو طبعا ما وصلش للاله الصح اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن حته ان انا يعني تعدد الالهه والكلام ده، يعني ده امر مش يقبله البشر. لكن طبعا ان انا اوصل لفكره التوحيد ده امر طبعا ايه؟ كويس. وكذلك حضاراتنا تتميز بالتدين، احنا كنا من اكثر حضارات اهتماما بالدين وميل اليه.
احنا كنا تقريبا الحضاره الوحيده اللي بنعتقد فيه حساب بعد الموت. تخيل كده لو انت مثلا ما عندكش عقيده ان في يوم قيامه او ما فيش حساب بعد الموت، الحياه تبقى طبعا غابه، الحياه تبقى وحشه جدا جدا، هيبقى طبعا كلها حياه طبعا صعبه صعبه صعبه. لكنك انت بتؤمن ان في حساب بعد الموت، ده بيهذب اخلاقياتك طبعا ايه شويه. العراق ما كانش عندهم الخاصيه دي، ولا الفينيقيين ولا غيرنا من الحضارات، احنا الوحيدين في الحضارات القديمه كنا نؤمن بعقيده اسمها الحساب طبعا بعد الموت. وبرده الكلام ده هناخده ان شاء الله ايه لسه جوه. اذا عندنا الحضاره المصريه القديمه لها 6 خصائص. الخاصيه الاولى الاصاله، الخاصيه الثانيه القدم، الخاصيه الثالثه يا شباب الاستمراريه، الخاصيه الرابعه اسمها التواصل، بمعنى ان حضاراتنا لم تكن منعزله، ثم التقدم في مجالات كثيره، ثم حضاراتنا كانت ايه تتسم بالتدين. ده الدرس الكام الاول في الوحده الثانيه. وزي ما عودتكم قبل ما ننسى بقى، تعالوا بقى يلا ايه نطبق مع بعضنا اسئله على الدرس دوت قبل طبعا ما ننساه. يلا يا شباب كده مع بعضنا. اول سؤال عندنا، طبعا ما ننساش احنا قلنا عندنا ايه يا استاذ محمد؟ عندنا 3 دول، دولة قديمة ودولة وسطى ودولة حديثة، بينهما فترة انتقال أولى وثانية وعصر متأخر، ويسبق ذلك العصر إيه العتيق. السؤال هو بيقول السمة المشتركة بين العصر العتيق، خلي بالك حضرتك كده معايا، العصر طبعا العتيق وكذلك عصر الدولة إيه القديمة طبعا في مصر إيه الفرعونية، سمة مشتركة بينهم الاثنين. بالمناسبة انت ممكن تلاقي سمة واحدة والباقي ممكن نقطة تنطبق على ده عصر ونقطة تنطبق على عصر ايه تاني. يعني مثلا تعدد مقرات الحكم، المركزية اللي هي العاصمة دي كانت في العصر العتيق، ده ما كانش فيه اصلا غير منف، والدولة القديمة ما فيش منف برضه. كثرة عدد الأسرات الحاكمة، طب العصر العتيق كام؟ 1 و2، دي من 3 ل6، ممكن دي تنطبق على دي. طيب التمتع بالاستقرار والأمن الداخلي، دي سمة من سمات العصر العتيق، توطد الأمن ماشي، وتمتعت مصر بالاستقلال الكامل. اما الدوله القديمه اصلا كانت عصر امن كله، والدليل ان ملوك حكومتها كانت حكومه قويه متينه البنيان، وتمكن ملوكها من بناء الاهرامات في الدوله القديمه. اما بناء الاهرام ده دوله قديمه بس، يبقى دي الاجابه بتاعتنا، تمتع بالاستقرار والامن طبعا ايه الداخلي. طيب نستدل على اختلاف توجهات ملوك الاسره الحادية عشر في مصر الفرعونيه عن ملوك ايه الدوله ايه القديمه، يعني اسرات من 3 ل 6. دول ملوك الاسره ال 11 عملوا حاجه خلاف الدوله القديمه. طبعا اسره 11 يا شباب اللي هي الدوله الوسطى، يبقى الدوله الوسطى وبتحديد اسره 11 عملوا حاجه ملوك الدوله القديمه ما عملوهاش. ايه يا استاذ محمد؟ هل اخضاع حكام الاقاليم؟ لا، الاثنين. اصل خلي بالك، دوله قديمه دوله وسطى دوله حديثه، دول اقوياء، الحكم مركزي، يبقى حكام الاقاليم تحت ايديهم. اذا اللي ده عملوه. الاتجاه لبناء المقابر الحصينه، لا طبعا، ده اللي عمل مقابر حصينه الدوله القديمه لما عملوا الاهرامات، مش ملوك الاسره ال 11. طب لو انا استرجع كده مع بعض، ملوك الاسره ال 11 عملوا ايه؟ ده انا عندي منتحتب الثاني، لو انت فاكر منتحتب ايه الثاني، كتاب قالوا كده، قال لك اعاد توحيد البلاد، صح يا شباب؟ اعاد توحيد البلاد ونقل العاصمه الى ايه طيبه، واخضع حكام الاقاليم. طيب نقل مقر الحكومه المركزيه، منتحتب الثاني نقل العاصمه الى ايه الى طيبه، نقل العاصمه الى ايه الى طيبه. طب ده مين؟ ده منتحتب الثاني. اما ملوك الدوله القديمه ما نقلوش، استلموها من العصر العتيق اللي قبلهم منفي زي ما هي. يعني منفي دي كانت عاصمه في الدوله القديمه والعصر العتيق، العصر العتيق ثم الدوله القديمه. اما الكتاب قال لي كده ان لما جه منتحتب الثاني نقل العاصمه الى طيبه، واضح انها كانت مدينه قبل كده، واحنا ما عندناش في الكتاب طبعا غير مدينه ايه منف. اما الاهتمام بالتوسعات الخارجيه، طبعا التوسعات الخارجيه ديت لا تنطبق الا على عصر الدوله الحديثه. يبقى الاجابه نقل مقر الحكومه المركزيه اللي طبعا نقلت العاصمه الى ايه الى طيبه. تمام. طيب شهدت الاسرتان السادسه، يبقى دي دوله قديمه، تمام، والثامنة عشر دولة حديثة، ثورتين إحداهما اجتماعية والأخرى طبعا دينية ترتب عليهما. الثورة اللي قامت في الدولة القديمة ثورة اجتماعية أدت إلى دخول مصر حالة من الفوضى وهي عصر الانتقال الأول. الثورة بتاع الأسرة 18 ثورة إخناتون، دخلت البلاد أيضا حالة من الفوضى، وجي بعد كده حور محب قضى على تلك الفوضى في
مجموعة طبعا إيه قوانين والتشريعات. إذا ترتب على الثورتين الاتنين هل ضياع الممتلكات الخارجية؟ دي هنعرفها قدام، دي على الأسرة ال 18 بس. ثورة إخناتون أدت لألف ودي لسه ما خدناهاش. طيب انتشار الفوضى في البلاد، أيوة طبعا الاتنين عملوا فوضى. الثورة الأولى بتاع الأسرة السادسة دخلت مصر عصر الانتقال الأول بعدها، بتاعت إخناتون دخلت البلاد فعلا في حالة من الفوضى. تعرض البلاد للغزو الخارجي لا دي ولا دي. ضياع سلطة الكهنة لا دي ولا دي طبعا. يبقى الإجابة ب. قد تظهر نقطة ضوء لتسطع وسط الظلام وتبعث بالأمل. يعني ممكن الدنيا تسود قوي وربنا كده يبعت لك إيه يعني بشرات خفيفة. يتضح في ضوء طبعا تحليل مضمون العبارة السابقة أن الأسرة الفرعونية التي شكلت تلك النقطة هي مين كانت نقطة ضوء وسط ظلام؟ أسرة الخمسة؟ لا طبعا. أسرة 12؟ لا طبعا. أسرة 19؟ لا طبعا. أسرة 26؟ أيوة طبعا. الأسرة 26 ديت كانت في عصر الانتقال الثاني. عصر الانتقال الثاني من أسرات من 1 ل 20 لكام؟ ل 30. عصر متأخر كله باستثناء الأسرة كام؟ 26 سميناها عصر النهضة اللي هي كان فيها طبعا الملك أبيسماتيك الأول وابنه مين؟ نخاو. السؤال اللي بعده، كان بناء الملك نعرمر لمدينة منفر اللي هي منف لتحقيق أهداف تتركز في المقام الأول. قال لك إيه؟ هو بناها وذلك لتأمين وحدة البلاد عشان يخلي الجنوب يحترم الشمال والشمال الجنوب. هي طبعا منف ديت أو منفر في الجيزة دلوقتي. تمام؟ يبقى الهدف تأمين وحدة البلاد. هدف اقتصادي؟ هدف سياسي؟ نخليها شوية. ديني؟ لا خالص. ولا اجتماعي. إذا تأمين وحدة البلاد ده هدف طبعا إيه؟ سياسي. اهتم ملوك العصر العتيق بالمصاهرة، طبعا تزاوج وازدواج الألقاب في أرجاء البلاد، وذلك لتحقيق أهداف إيه؟ عاوزين يحافظوا على الربط ما بين الدلتا والصعيد، مصاهرة بين الشمال والجنوب وازدواج الألقاب، الحفاظ على الربط بين الدلتا والصعيد، والحفاظ على الوحدة اللي الملك مينا عملها. يبقى ده هدف إيه وأنا مغمض؟ ينفع اجتماعي؟ الوسيلة اجتماعية، المصاهرة اجتماعية، لكن الهدف هدف إيه؟ كلكم شاطرين وعارفينه. طبعا دي لا خالص ولا ديت. هدف سياسي للربط ما بين الدلتا والصعيد. يتضح من دراساتنا لتاريخ مصر الفرعونية أن ملوك العصر العتيق اتبعوا السياسة حكيمة. سؤال تاني هو بنفس يعني سؤال مختلف. سياسة حكيمة في حكم البلاد من خلال اهتمام بيه. هنصنف بقى المصاهرة وازدواج الألقاب والاحتفال بالأعياد الدينية. دول 3 أساليب اتبعوهم عشان يحققوا الربط بين الدلتا والصعيد. احتفال بالأعياد الدينية يبقى دي ما فيهاش دينية خالص، ولا دي فيها دينية. يبقى تعالى ديت ولا ديت؟ لا طبعا قلنا المصاهرة ده أسلوب اجتماعي. تمام. والاحتفال بالأعياد الدينية أسلوب طبعا إيه؟ ديني. يبقى الإجابة طبعا ملوك العصر العتيق تبعوا هذه الأساليب أو النواحي ديت عشان يحافظوا طبعا على الربط ما بين الدلتا والصعيد. بص بقى معايا السؤال ده. حدد أي من العصور التاريخية الآتية لمصر الفرعونية حوى بداخله الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والعسكرية وحدوث متغيرات طبعا إيه؟ دينية. بعض الناس بيتلخبط في الكلمة ديت ويروح للدرس الأولاني، وساعات بيجي لك الأسئلة على الدرس الأولاني وتتلخبط وتيجي في الدرس ده. في فرق بين عصور قديمة ووسطى وحديثة ومعاصرة، ده عصور تاريخية عموما. أما احنا عندنا في مصر الفرعونية بنقول دولة قديمة، دولة حديثة، دولة وسطى. فبيقول لك مين في دول كان فيه اهتمام بالجانب الاقتصادي والجانب طبعا ايه؟ العسكري. عصر العتيق لا ده ولا ده، ما جبناش فيه سيرة حاجة خالص. دولة قديمة لا كفاية جانب اقتصادي. دولة وسطى طبعا جانب اقتصادي. اما ده اوعى تنسى طبعا الجوانب الاقتصادية الملك حتشبسوت لما ذهب برحلة تجارية الى بلبونت. اما العسكري طبعا الامبراطورية الخارجية بتاعت حتمس ورمسيس. اعمال الملك منتوحتب الثاني دولة ايه؟ وسطى، اسرة 11. عمل ايه يا مستر؟ الراجل ده وحد البلاد او اعاد توحيد البلاد واخضع حكام الاقاليم ونقل العاصمه الى ايه؟ الى طيبه. تمام. اذا تتفق اعماله الى حد ما مع نعرمر، ممكن ده وحد البلاد وده وحد البلاد. امنمحات الثالث لا ما اخدناش اللي اعمال لسه، يعني لسه جاي قدام. رمسيس الثاني حارب، هو منتحته ده حارب؟ لا ده حارب، لا ما حاربش. طبعا ده قام بثوره دينيه. اذا الاجابه ألف اللي هي طبعا توحيد البلاد. أي من عواصم مصر الفرعونية التالية كان اختيارها لتحقيق هدف سياسي؟ كلهم هدف سياسي، لكن الإجابة في الكلمة دي اقتصادي. ماشي. يبقى مدينة إيه يا شباب؟ أفيتاوي.
طبعا عملها قريبة من الدلتا حتى تكون قريبة من الدلتا التي يستخدمها طبعا في مشروعات التوسع الزراعي. أما طيبة سياسية بالدرجة الأولى، مانيفر الهدف كان منها برضه سياسي تأمين وحدة البلاد. أخي تاتون لسه ما أخدناش ودي هتبقى دينية بعدين. تشابهت اهتمامات الملك أمنمحات الأول. دولة إيه يا مستر؟ أمنمحات الأول دولة وسطى. الراجل ده نقل العاصمة إلى أثيت تاوي عشان يعمل مشروعات توسع زراعي. إذا والملك أمنمحات الثالث، إذا ده توسع زراعي وده اهتم بالزراعة والري بس. تاني ده توسع زراعي في الدلتا وده اهتم مشروعات الري والزراعة. نص الكتاب قال لك كده بالظبط. يبقى الاثنين عملوا امبراطورية، الاثنين مشروعات زراعية تمشي، الاثنين عدالة لا، الاثنين عاصمة لا طبعا. ده اللي عمل عاصمة بس اللي هو أمنمحات الأول لما نقل عاصمة إلى إيه؟ أثيت تاوي. لكن الاثنين اشتركوا في مشروعات إيه؟ زراعية. ده عمل توسع وده عمل مشروعات ري، يعني حفر إيه؟ ترعة. تشابه رمسيس الثاني دولة حديثة وتحتمس الثالث دولة حديثة في فوضى، قضاء على الفوضى. اللي عمل الفوضى بس هو حور محب واحد بس. خوض المعارك البحرية ولا واحد فيهم معركة بحرية. الاهتمام بالتجارة مع بلاد بونت طبعا ده حتشبسوت. حفاظ على ممتلكات مصر في الخارج الأولاني خاض معركة اسمها قادش والتاني خاض معركة اسمها مجدو، وكده أمنوا أملاك مصر في الخارج اللي هي في سوريا زي ما احنا عارفين. العامل المشترك بين خصائص عصري الدولة القديمة والدولة الوسطى في مصر الفرعونية. دولة قديمة يعني أسرات من كام يا أستاذ محمد؟ من 3 ل6. ودولة وسطى 11 و12. العامل المشترك بين خاصية الدولتين الاثنين دول ايه؟ زيادة الثراء وتوطيد الأمن. طيب الثراء ده كان في الدولة الوسطى، طبعا عصر الرخاء الاقتصادي. توطيد الأمن ممكن يعني الكتاب لما جاب الدولة القديمة. ثواني يا جماعة تاني يقول السؤال ده تاني. اللي عامل مشترك من خصائص عصرية الدولة القديمة والدولة الوسطى، طبعا بيقول زيادة الثراء وتوطيد الأمن. طيب الدولة القديمة فيها ثراء حكومة منظمة، الكتاب قال كده. كثيرة زاد فيها الثراء وكثيرة الموارد، فيها فلوس كتير، اتجه ملوكها إلى بناء الأهرامات ماشي وتوطد الأمن بها. والدولة الوسطى برضو كان فيها أمن، أيوة فيها أمن طبعا، والثراء فيها كتير طبعا، تشييد الكثير من المباني. اوعى تنسى ان ملوك الدولة الوسطى أخضعوا حكام الأقاليم وقضوا على نفوس كبار الموظفين. إذا ممكن تنطبق عليهم دي. طيب ينفع القوة العسكرية ولا دي ولا دي؟ ينفع بيتفقوا في مقر الحكومة؟ لا طبعا. الدولة القديمة المقر الحكومة اللي هي العاصمة كانت منف، أما هنا مرة طيبة ومرة أثيت تاوي. زيادة سلطة حكام الأقاليم؟ لا طبعا. حكام الأقاليم دول سلطتهم ما زادتش إلا في عصر الانتقال الأول أو الثاني. السؤال اللي بعده، جنى ثمار الاستقرار، معذرة في الكلمة دي، الاستقرار السياسي لمن سبقهم. يعني في ملك اللي قبل منه عمل استقرار سياسي، فهو لقى البلد هادية وحلوة، استغل الأمور ديت فأقام نهضة اقتصادية وعمرانية. عمل نهضة اقتصادية وعمرانية. يبقى مين اللي عمل نهضة اقتصادية وعمرانية في دول؟ طبعا ده أصلا أول واحد عمل استقرار سياسي. يبقى أكيد اللي جه بقى راجل بعد منه. وطبعا أحمس ما جبناش سيرته خالص في نهضة اقتصادية وعمرانية. تعالى بقى يا باشا، مين في دول الاثنين؟ أنا قلت منتحتب الثاني عاد للبلاد وحدتها. يبقى ده اللي عمل استقرار سياسي، ونقل العاصمة إلى إيه؟ إلى طيبة، وأخضع حكام الأقاليم وقضى على نفوس كبار الموظفين. يبقى الراجل ده اللي عمل كده. إذا اللي جه بعد منه سونسيرت أقام نهضة اقتصادية، الكتاب قال لي كده، أقام الكثير من مشروعات الري والزراعة. الحاجة التانية نهضة عمرانية، تم تشييد الكثير من المباني. يبقى إذا سونسيرت الثالث إجابة صحيحة. اللي بعده، يعد من أهم الخصائص الإدارية. خلي بالك الكلمة دي، التي تميز بها عصر الدولة القديمة. خاصية إدارية. طبعا الموارد دي مش إدارية خالص، ولا بناء الأهرامات دي إدارية خالص. نشوف بقى الاثنين دول. ودي طبعا تكون إمبراطورية، دي خاصية سياسية. أما وجود حكومة قوية تسيطر على كافة أمور البلاد. الدولة القديمة حكومة، الكتاب قال لي كده، متينة البنيان،
يعني محدش يقدر يتلاعب طبعا، يتلاعب في اداره البلد في اي حاجه خالص. لهم السيطره الكامله على كل طبعا ايه يعني اقاليم مصر كلها. يقول احد الحكماء مصر الفرعونيه: طوبى، يعني درجه كبيره يعني في الجنه زي ما احنا نسميها، للذي يحمي البلاد ويوسع حدودها، الذي يتغلب على البلاد الاجنبيه يعني بره مصر بتاجه، ويضم الارضين اللي هو الشمال والجنوب بذراعه، ويطلق السهم بدون ان يشد القوس. يطلق السهم بدون ما يشد القوس، ده واضح ان حاكم قوي جدا 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 يعني. وكمان ايه، يتغلب على البلاد الاجنبيه ويوسع حدود مصر كمان. مين في دول؟ طبعا ده قضى على الفوضى بتاعت اخناتون بس، وده جاب الغم لنا الثوره الدينيه بتاعته. اما بقى مين في دول من تحتم الثاني ولا تحتمس، مين فيهم عمل توسعات خارجيه؟ مين حارب البلاد الاجنبيه؟ طبعا تحتمس الثالث في معركه ايه، مجدو. بس وخلاص عشان ما نطولش اكتر من كده. اما ده اعاد للبلاد وحدتها، كل اللي عمله، ونقل العاصمه الى ايه، الى طيبه. تغيرت فكره المصريين القدماء عن امن مصر القومي من خلال ملوك الدوله الحديثه. باختصار قال لك احنا قاعدين في مصر اهو، بدل ما كل شويه واحد يغزنا ويلطش فينا من الناحيه دي، لا احنا نامن نفسنا وناخد سوريا دي خالص. نامن نفسنا وناخد ايه، سوريا. وفعلا تحتمس طلع في معركه مجدو استولى على سوريا، وكذلك رمسيس الثاني. يبقى اذا ملوك الدوله الحديثه فكرتهم في الامن القومي ان احنا نعمل امبراطوريه طبعا خارجيه. يبقى الاجابه بتاعتنا عصر الدوله الحديثه. دول ما طلعوش بره، ولا طبعا الدوله الوسطى، ودول اصلا اتعرضنا للاحتلال الاجنبي. انتهى العصر الفرعوني لمصر خالص نتيجه طبعا الاحتلال الاجنبي، كلنا عارفين. بدا بالاحتلال الفارسي ثم الاحتلال اليوناني. انتهى، خلي بالك انتهى، ما حصلش فيه ديت ولا خدنا دي خالص ولا دي طبعا، وان كل ده كان سمه من سمات العصر المتاخر، العصر الفرعوني يعني. لكن اللي وقعنا خالص الغزو الفارسي ثم اليوناني طبعا فين، في النهايه. طبعا اهتم صاحب الصوره المقابله بشكل واضح بالجانب التنموي. ومين ده؟ أمنمحات الاول. ده عمل ايه؟ نقل عاصمه الى افيتو في الشمال، كنا قريبا من الدلتا، ليستخدمها طبعا في مشروعات التوسع ايه، يبقى الزراعي طبعا، صناعي لا خالص، ولا تجاري ولا تعديني. القاسم المشترك بين الملك مينا موحد القطرين والملك أمنمحات الثالث من ملوك الدولة الوسطى الاهتمام بالجانب. الملك مينا عمل ايه؟ الملك مينا ما عملش غير منفر بس، بنى مدينة منفر او مدينة منف. ده ايه، جانب معماري، ملوش دعوه بالجانب العسكري خالص، ولا الجانب الثقافي خالص، ولا الجانب الاجتماعي. وصاحبنا ده كتاب قال لي كده: تم تشييد الكثير من المباني. يبقى ده عمل مدينه وده عمل مباني، اذا الجانب العمراني. اكبر صحوه العلاقات السياسيه، خلي بالك، سياسيه على المستوى الخارجي، تلك التي كانت في عهد الملك. ده عمل علاقات سياسيه، ده عمل علاقات سياسيه، ده عمل علاقات سياسيه من محات، ده عمل اقتصاد جوه بلد جوه مصر بس وخلاص. وتم مشروعات الري والزراعه، وعصر طبعا كان مسمى بعصر الرخاء الاقتصادي. اما ده اهو، اوعى تنسى، عمل معاهده سلام، دي علاقات سياسيه. اما لو قلنا مثلا اكبر صحوه العلاقات التجاريه الخارجيه، ممكن الملكه حتشبسوت. اما علاقات سياسيه، لا، يبقى الراجل ده على طول لما عمل مع ايه، ملك الحيثيين. تمام. على الرغم من كونه عصر ضعف واضمحلال، ولكن تخلله شعاع من النور. قلنا السؤال ده من شويه برضه، مش هنقف معاكم كتير طبعا. عصر متاخر اللي هو الاسره كام، 26، ده فتره ايه، النور يعني. اما الانتقال الاول كله ضعف، الانتقال الثاني كله ضعف، العصر العتيق طبعا كله قوه. اللي بعده بيقول عصر بناة الاهرام، وكذلك عصر الرخاء الاقتصادي. يبقى طبعا ده اسرات من 3 ل 6، وده هوت 11 و12، وده طبعا مجدي حربي دولة حديثة من 18 ل 20. يرجع اطلاق تلك المسميات. سمينا ده بناة الاهرام ليه؟ وسمينا دول رخاء اقتصادي ليه؟ وسمينا دول عصر مجدي حربي ليه؟ من وجهة نظرك هل كل عصر من دول كان له انجازات حضارية سائدة؟ ممكن. دول كان عندهم بناة الاهرامات، ايوه انجاز حضاري. دول تم تشييد الكثير من المباني، تم تشييد كثير من المباني واهتمام مشروعات الري والزراعة. دول طبعا خاض حروبها ملوكا دفاعية قوية. الملك طبعا تحتمس الثالث ورمسيس، وحاربوا طبعا في اسيا طبعا زي ما احنا عارفين، وحاربوا امراء ايه، سوريا او اسيا. طيب تمشي دي، هل المعتقدات الدينية السائدة؟ لا، ولا واحدة فيهم طبعا تمشي. هل تطور القوة العسكرية والاقتصادية ديت ممكن تمشي على المجد الحربي بس، لكن ما تمشيش على الاثنين الباقيين دول.
يمشي برضه على بناة الأهرام الاقتصادية، تمشي على الرخاء الاقتصادي الدولة الوسطى. أما العسكري ده ما ينفعش غير في المجد الحربي. التطورات والإبداعات الفكرية لا طبعا، بنسمي طبعا ده وده حسب الإنجاز الحضاري اللي تم طبعا في كل في كل عصر. الحضارة الفرعونية من أطول وأعرق الحضارات القديمة، أطول وأعرق خلاص، على الرغم من ضعفها في بعض الفترات إلا أنها كانت تعود أقوى مما سبق. الحضارة الفرعونية من أطول الحضارات وأعرقها، يرجع تاريخها طبعا 7000 سنة زي ما أنتم عارفين، وساعات كانت في فترات ضعف اللي هي الانتقال الأول أو الانتقال الثاني أو كده يعني. تمام. يدل مضمون العبارة السابقة على إحدى خصائص الحضارة المصرية القديمة، وهي أصالة. لو إحنا عملنا حاجة بكتافنا بجهدنا نسميها أصالة. طيب ملهاش دعوة أعتقد بيدي خالص. تعالى بقى، استمرارية ولا التقدم؟ بيقول لك تعد الحضارة المصرية القديمة أو الفرعونية من أطول الحضارات وأعرقها على الرغم من فترات الضعف اللي كانت فيها، إلا أنها كانت تعود. إذا زي ما قلت لك من شوية، الدولة القديمة تقع بس انتقال أول وتقوم دولة وسطى، وتقع انتقال تاني وتقوم دولة حديثة. إذا صفة اسمها الاستمرارية. السؤال الأخير بيقول أي مما يلي يخرج عن كونه قاسما مشتركا بين خصائص العصر العتيق وعصر الدولة القديمة؟ يخرج عن كونه قاسم مشترك. إذا الثلاثة الباقيين قاسم مشترك. هل في الاثنين العتيق والدولة القديمة كان في حكومة مركزية قوية؟ هل في الاثنين كان في نواحي معمارية؟ هنا اتعمل مدينة منف، هنا اتعمل الأهرامات. هل الاثنين ساد فيهم الأمن والاستقرار؟ يبقى دي أكيد. في الدولة طبعا بناء عاصمة جديدة أي مما يلي يخرج طبعا عن كونه طبعا قاسم مشترك. العصر العتيق عملوا مدينة منف. الدولة القديمة ما بنتش، لأن الدولة القديمة خدوا برضو منف عاصمة لهم. إذا دي هي الإجابة، لكن الثلاثة الباقيين طبعا اشتركوا فيها. سؤال بقى مقالي كده للدردشة كده في الآخر، بيقول إيه وجه الشبه بين تحتمس الثالث ورمسيس كملوك بالدولة الحديثة؟ إذا عصر الاثنين دول يسمى عصر المجد الحربي، ده وجه الشبه بتاعه. وكلاهما حافظ على أملاك مصر الخارجية، أملاك مصر الخارجية، أو كلاهما حافظ على إمبراطورية مصر الخارجية اللي طبعا كانت في سوريا زي ما احنا عارفين. ده وجه الشبه بينهم. أمامك صورتين لملكين عظيمين في تاريخ مصر الفرعونية. مين دول يا مستر؟ إخناتون حور محب إيه وجه الارتباط بينهم؟ طبعا عارفين هذا الرجل قام بثورة دينية دعا إلى عبادة آتون. هذه الثورة أسفرت عن دخول البلاد في حالة من الفوضى. عندما جاء حور محب أصدر مجموعة طبعا عارفين من القوانين أو التشريعات قضى بها على تلك الفترة الفوضى، وأعاد للبلاد أمنها واستقرارها. وكده يعتبر حور محب حقق هدف سياسي لما امتلك السلطة تشريعية وأصدر هذه القوانين. ده كان مراجعة كده سريعة قبل المراجعة الكبيرة، وقبل الامتحان اللي هعمله إن شاء الله قريب على الدرس ده والدروس طبعا السابقة. يبقى كده خلصنا النهاردة الدرس الأول من الوحدة الثانية، اسمه ملامح من تاريخ مصر القديم. الدرس شرحناه وطبقنا أسئلة عملية عليه في نفس الحصة. يبقى الحصة اللي جاية إن شاء الله هناخد الحياة الاقتصادية، الدرس الثاني في الوحدة الثانية. ألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.